وظهر بشكل جيد. كابتن احمد نقول لك النهارده، عايز اقول لك مش عارف انت حاسس ان ممكن تكون اخر يوم ليك في اوضه اللبس دي ولا ممكن ترجع تاني؟ عايز اطمن عليك، انت جمهور الاهلي الاول حابب النهارده والهدف اللي انت جبته الناس كلها كانت سعيده بيه. الحمد لله طبعا، الحمد لله، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا. يمكن حتى زي ما انت قلت، يمكن حتى ولو اخر يوم ممكن يكون زي ما انت قلت، ممكن يكون ليا في اوضه اللبس من الجايز طبعا، ولكن ممكن علاقتي القويه تنتهي، ولكن علاقتي مع الجمهور دي لا يمكن تنتهي طبعا، لان جمهور الاهلي ده يعني الحب اللي انا شايفه ده يعني صعب ان يعوضوا اي شيء. انما طبعا ببارك لجميع النادي الاهلي، وهم يستحقوا واحنا نستحق، وتعبنا السنه دي، واعتقد ان احنا قدرنا ان احنا نحسم البطوله الحمد لله رب العالمين. انا شايف ان كلنا ما قصرناش، لعيبه وجهاز واداره وجماهير، من حقهم ان هم يفرحوا، من حقهم ان هم طبعا يحصلوا على البطوله، فالحمد لله رب العالمين الحمد لله. ولكن يعني انا عايز اقول حاجه، حب الناس دي نعمه لا تعوض بمال، يعني نعمه كبيره وفعلا ما يحسهاش الا لما يلاقي حب الناس. النهارده حسيت بيها اكتر؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، يعني اكيد طبعا حب الناس ده شيء كبير، نعمه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول الحمد لله، طول ما الواحد نيته كويسه، وطول ما الواحد يعني طول ما الواحد بيرضى ربنا وبيعمل اللي عليه، اكيد الواحد ربنا بيكرمه في الاول وفي الاخر. فبارك لكل جماهير النادي الاهلي. من الناحيه النفسيه كنت عندي احساس النهارده كانت اصعب مباراه بالنسبه لك، رغم ان انت خدت مباريات كتير، بس من الناحيه النفسيه كنت حاسس ان انا اصعب مباراه عليك؟ لا والله مش صعبه ولا حاجه، لا يعني مش موضوع، مش فنيه. انا فاهم طبعا، يعني كناحيه طبعا، ناحيه معنويه طبعا اكيد، او ناحيه الاحداث اللي بتدور، ولكن الحمد لله الواحد دايما بيفصل، والواحد دايما بيقول ان هو شغله في الاول وفي الاخر، وهي مساله نصيب في الاول وفي الاخر. لازم الناس تعرف ولازم الناس تعلم ان رزقك هيكون في اي مكان، والله لو الدنيا كلها وقفت، لو ليك رزق في اي مكان ربنا هيسره لك. فانا سعيد جدا جدا جدا، سعيد جدا بحب الناس، ده الاهم بالنسبه لي، يا رب ان شاء الله يفضل دايما الحب ده موجود، واعتقد انه هيفضل موجود ان شاء الله باذن الله. تورته الدوري دي وهي جنبك دلوقتي، شايف التورته دي درع 36؟ طبعا سعيد بيها جدا جدا جدا، وزي ما قلت لك ان جمهور النادي الاهلي يستحق البطوله، ويعني انا مش عايز اقول لك يعني قد ايه فرحتي وقد ايه سعادتي، وان انا موجود، وان انا بحقق بطوله في تاريخي ليا ولتاريخي ولاولادي. فالحمد لله انا سعيد جدا، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. الف مبروك كابتن احمد. يمكن ده كان ختام لقاءاتنا من داخل غرفه خلع الملابس لفريق النادي الاهلي، ولقاءنا مع العديد من نجوم النادي الاهلي، محمد شوقي، عماد متعب، محمد يوسف المدرب، كابتن سامح حفيظ مدير الكوره، وفي الختام الكابتن احمد حسن الصار، اللي قد يكون حسب قرار لجنه الكوره وبالتاكيد هي حريه الاختيار طبقا لسياسه الفريق الاول والاهتمام والرعايه للفريق الاول في الفتره القادمه. اذا في ختام لقاءاتنا عوده للاستوديو من جديد، لكن انتظرونا وتابعونا لقاءات اخرى من